في عالم يزداد فيه التنافس وتعلو فيه أصوات الأضواء الزائفة، يظل النضج النفسي أحد أندر الكنوز التي يمكن للإنسان أن يبلغها في رحلة حياته. ولعل من أعمق مظاهر هذا النضج وأكثرها دلالة أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يحتاج فيها لإبهار أحد، ولا يرى في نظر الآخرين مقياسا حقيقيا لقيمته أو أهميته. معنى النضج الحقيقي: النضج لا يعني التقدم في العمر أو كثرة التجارب فقط، بل هو نتاج فهم عميق للنفس وتصالح صادق مع الذات وإدراك متوازن للعالم والناس. الناضج هو من يفهم نفسه أولاً ويدرك حدوده وقيمته دون أن ينتظر تصفيق الجمهور أو موافقة الآخرين. كثيرون يركضون خلف إعجاب الناس، يسعون للظهور في أفضل صورة، يخشون أن يساء فهمهم ويتألمون حين لا يقدرون كما يتمنون. أما الناضج فقد تجاوز هذه المرحلة وبلغ وعياً يجعله مطمئناً، حتى وإن لم يلاحظ أحد إنجازه أو لم يصفق له أحد عند نجاحه. الإبهار: رغبة الإنسان في إبهار الآخرين قد تكون دافعاً في البداية، لكنها قد تتحول مع الوقت إلى قيد ثقيل، فحين نربط سعادتنا ونظرتنا لأنفسنا برضا الآخرين نصبح أسرى نظراتهم ونتحول إلى نسخ مشوهة مما يريدونه هم، لا ما نريده نحن. وحين يسعى الإنسان إلى الإبهار المستمر فإن ذلك ينهكه ويفقده حقيقته، وقد يجعله يبالغ أو يتظاهر أو يعيش بشخصية ليست له. الحرية التي يمنحها النضج: عندما يتوقف الإنسان عن السعي لإبهار الناس فإنه يذوق طعم الحرية الحقيقية، يتحرر من عبء التوقعات ومن الحاجة لشرح نفسه دائما ومن الخوف من أن يساء فهمه. يصبح أكثر صدقا في تصرفاته وأكثر راحة في قراراته وأكثر اتزانا في ردود فعله، لا يعود مضطرا للمبالغة أو إخفاء نقاط ضعفه أو إظهار صورة مثالية لا تشبهه. يتعامل مع الناس بعفوية وصدق لأنه لم يعد يخشى نظرتهم، بل أصبح يقدر ذاته ويثق في نفسه بما يكفي ليكون كما هو. النضج في العلاقات: من أعمق تجليات النضج ألا تكون بحاجة لإثبات نفسك في كل علاقة. الناضج لا يجامل ليرضي، ولا يتنازل ليتقبل، ولا يبالغ ليعجب، هو فقط يظهر نفسه بوضوح، فإن قبل بها الآخرون فبها، وإن لم يفعلوا فلا بأس. لم يعد يشعر بالحاجة لأن يبرر كل تصرف أو يشرح كل موقف أو يركض خلف من لا يراه، وهو يعلم أن العلاقات التي تقوم على القبول الصادق لا تحتاج إلى بهرجة أو تزييف، بل إلى وضوح وثقة وتقدير متبادل. الهدوء النفسي ثمرة النضج: الإنسان الذي لا يحتاج لإبهار أحد هو في الغالب إنسان هادئ النفس، لا تهزه كلمات المديح الزائف ولا تغريه الأضواء المؤقتة. هو يعلم أن القيمة الحقيقية لا تأتي من كثرة التفاعل على منشور أو من نظرة إعجاب في مجلس، بل من عمل داخلي عميق يبنيه مع ذاته يوما بعد يوم. هذا الهدوء لا يعني البرود أو الانعزال، بل هو راحة ناتجة عن فهم عميق لذاته. هو يعرف من هو وماذا يريد وأين يقف دون أن ينتظر من أحد أن يخبره بذلك. كيف نصل إلى هذه الدرجة من النضج؟ مراجعة نواياك. اسأل نفسك: لماذا أفعل ما أفعل؟ هل لأثبت شيئا لأحد؟ أم لأنني أؤمن بهذا الطريق؟ حين تكون نواياك صافية لن تحتاج للتظاهر أو الإبهار. التسامح مع الحكم السلبي: تعلم أن تتقبل النقد أو سوء الفهم دون أن يربكك. من لا يفهمك اليوم قد يفعل غدا، ومن لا يقدرك لا ينقص من قيمتك شيئا. راقب استهلاكك للمقارنات. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، فكل إنسان له طريقه وظروفه، ولا أحد يعيش حياتك بالكامل ليفهمها. النضج راحة لا تقدر بثمن. أن تصل إلى مرحلة لا تحتاج فيها لإبهار أحد هو انتصار داخلي لا يرى لكنه يحس. هو نقطة تحول في نظرتك للحياة وفي طريقتك بالتعامل مع الناس. تصبح أكثر هدوءا، أكثر صدقا، أكثر حرية. وهذا هو النضج الحقيقي: أن تعيش كما أنت، راضيا، واثقا، مطمئنا، دون أن تكون في سباق دائم لنيل إعجاب الآخرين. فالإبهار لا يدوم، لكن الصدق مع النفس يدوم، والقبول الداخلي لا يشترى بل يبنى. والناضجون لا يصنعون ضوضاء، لكن حضورهم يترك أثرا هادئا لا ينسى.